تخيل معايا كتوجد جميع الوثائق، كتمشي للإدارة، كتوقف في السطر، كتوصل لعند الموظف وكيقول لك بكل برودة سير وجي الأسبوع الجاي. كترجع الأسبوع الجاي وكيقول لك السيستيم طايح، ومن بعد كيقول خاصك وثيقة جديدة، ومن بعد كيقول الملف باقي ما تحركش. السؤال هو واش هادشي قانوني ولا غير حنا تعودنا عليه؟ بقى معايا حيت بعد دقائق غادي تعرف بأن كاين قانون عطاك حقوق بزاف ديال الناس ما عارفينهاش، وقدر يخلي الإدارة هي اللي خاصها تحترم الأجل، ماشي انت اللي تبقى كتسنى. والاهم من هذا الشيء كامل غادي نجاوبوا على واحد السؤال كيطرحوه آلاف المغاربه: واش فعلا يمكن الإدارة تسكت ومع ذلك يعتبر القانون أنها وافقات على طلبك؟ الجواب غادي نخليه بعد شوية، لأنه هو أقوى نقطة في هذا القانون. ولكن خاصك أولا تعرف الحقوق ديالك، حيت بلا هاد الحقوق غادي تضيع عليك فرصة تستافد منه. القانون اللي بدل بزاف ديال الأمور هو القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. الهدف ديالو بسيط: يوقف الفوضى ويخلي المواطن يعرف شنو ليه وشنو عليه، وما يبقاش كل موظف كيخدم بقانون من عنده. ولكن هنا كاين تفصيل اغلب الناس ما كيعرفوش، وهو ان هذا القانون ما عطاكش غير حقوق، عطاك وسائل باش تفرض احترام هذه الحقوق. قبل ما نكملوا، الا كنتي كتحب تعرف حقوقك القانونيه بطريقه بسيطه وواضحه، دير اشتراك في القناه وخلي اعجاب بالفيديو. وإلا عندك اي سؤال كتبه في التعليقات، لاننا كنختاروا الاسئله اللي كتكرر ونخصصوا لها فيديوهات مفصله. اول حق مهم هو ان الموظف ما بقاش عنده الحق يطلب منك اي وثيقه من عند راسه. الا قال لك جيب هذه الورقه، خاص تكون مكتوبه ومنشوره في البوابه الوطنيه ادارتي. الا ما كانش موجوده تما، ما عندوش الحق يفرضها عليك. وهنا كيطيح اغلب المغاربه، حيت كيظنوا ان اي طلب كيخرج من الموظف خاصهم ينفذوه بلا نقاش. واش معنى هذا الكلام؟ يعني قبل ما تمشي للاداره، دخل لبوابه ادارتي، شوف المسطره ديالك وشوف الوثائق المطلوبه. الا لقيتي الموظف كيطلب زياده، من حقك تسولو بكل هدوء: واش هذه الوثيقه منشوره في البوابه؟ مجرد هذا السؤال كيخلي التعامل يتبدل في بزاف ديال الحالات. ولكن هذا الشيء ماشي اكبر تغيير. كاين واحد الحاجه كانت كتضيع وقت الناس كل نهار: ليغاليزاسيون. نسخ الوثائق، سير صادق عليها، رجع عاود وقف في الطابور. القانون جا وقال في معظم المسائل الاداريه الاداره خاصها تقبل النسخ العاديه، وما تبقاش كتفرض عليك المصادقه على مطابقه النسخه للاصل. هذه وحده وفرات على المواطنين وقت ومصاريف بزاف. ويمكن دابا كتسول: واش حتى شهاده حياه وشهاده السكنه باقي خاصهم؟ هنا الجواب مهم: القانون مشى حتى لهذه النقطه، وخلى في حالات محدده البطاقه الوطنيه الالكترونيه تعوض هذه الشواهد. يعني الهدف هو انقاص الوثائق ماشي زيادتها. ولكن انتبه، هذا الشيء كيطبق حسب المسطره اللي منصوص عليها. لذلك ديما رجع للبوابه الرسميه والقى اختار ماشي هذا. واش معقول اداره تطلب منك وثيقه هي اصلا عندها؟ هاد لعبات القانون حاول يوقفوا. الا كانت الوثيقه كتخرج من اداره اخرى، فالمبدا هو تبادل المعلومات بين الادارات، وما يبقاش المواطن هو ساعي البريد بين المكاتب. دابا وصلنا للسؤال اللي كيهم اي واحد عنده رخصه ولا مشروع ولا ملف اداري: شحال خاصني نتسنى؟ واش شهر، شهرين، عام؟ هنا كيتبدل كل شيء، لان القانون ما خلاش الاجال مفتوحه بلا نهايه. القاعده العامه واضحه: الاداره عندها اجل اقصاه 60 يوم باش تعالج الطلب وتعطي القرار ديالها، سواء بالموافقه ولا بالرفض المعلل. يعني ما بقاش الملف يبقى مرمي في المكتب بلا نهايه. ولكن هنا كاين استثناء ايجابي مهم بزاف: الا كان الطلب مرتبط برخصه لانجاز مشروع استثماري، فالاجل كيولي اقصاه 30 يوم. يعني القانون حاول يسرع المسائل اللي عندها علاقه بالاستثمار والمشاريع، باش الناس ما تبقاش مصالحها واقفه بسبب التاخير الاداري. ولكن انتبه، هنا كيوقع اكبر خطا: بزاف ديال الناس كيحسبوا الاجل من نهار حطوا الملف عند الموظف، وهذا غير صحيح. العد التنازلي ما كيبداش حتى يكون الملف كامل وتستلم وصل الايداع اللي فيه التاريخ. بلا هذا الوصل من الصعب تثبت امتى بدا الاجل القانوني. نعطيك مثال بسيط: شخص دار ملف رخصه مرتبطه بمشروع استثماري وسلم ملف كامل وخدا وصل الايداع بتاريخ اليوم الاول من الشهر. من هذا التاريخ كيبدا الحساب، والاداره خاصها ترد قبل نهايه الاجل 30 يوم. ولكن بعد شويه غادي نشرح شنو كيوقع الا ما رداتش نهائيا، حيت هذه هي النقطه اللي كتفاجئ اغلب المواطنين. دابا غادي نسولك سؤال اخر: كيفاش تضمن ان الموظف ما يقولش لك الملف ما وصلش او لا ضاع او لا باقي ما تسجلش؟ الجواب هو الرقمنه. وهنا القانون عطى اهميه كبيره للمنصات الرسميه. بوابه الوطنيه ادارتي ولات هي المرجع الاساسي لمعرفه المسائل والوثائق المطلوبه. يعني ما بقاش الاجتهاد الشخصي هو اللي كيحدد شنو خاصك تجيب. ومن جهه اخرى كاينه منصات الكترونيه مخصصه لبعض الرخص، بحال منصه رخاص اللي كتسمح بايداع الطلب وتتبعه الكترونيا.
وهذا الأثر الرقمي كيصاحب أي تلاعب بالآجال أو بتاريخ الإيداع. ولكن واش إلا إدارة رفضت الطلب، واش تقدر تقول لك غير شفويا ما غاديش ندوزوه، ولا خاصها تبرر القرار ديالها بالقانون؟ هنا كندخلوا لمرحلة جديدة، وهي اللي غادي نشرحها بالتفصيل في القسم الثاني، لأنها كتحدد كيفاش تدافع على حقك وشنو دير إلا سكتات إدارة حتى فات الأجل القانوني. دابا نرجعوا للنقطة اللي وعدتك بها. إذا الإدارة رفضت الطلب ديالك، واش تقدر تكتفي بكلمة ما غاديش ندوزوه؟ الجواب لا. الرفض الشفوي ما كيكفيش. الإدارة خصها تعطيك رفض مكتوب ومعلل قانونيا، يعني خصها تشرح علاش رفضات وعلى أي أساس قانوني بنات القرار ديالها. وهنا كيطيح أغلب المغاربة، حيت كيسمعوا كلمة مرفوض وكيخرجوا من الإدارة بلا حتى وثيقة. إذا وقع الرفض ما تعتبرش أن كل شيء سهل، بالعكس، هنا كيبدا حق آخر عطاه لك القانون. من حقك تراسل رئيس الإدارة أو تقدم طعن إداري اعتمادا على الأسباب اللي جاية في قرار الرفض. ولكن إذا ما عندكش رفض مكتوب، غادي يكون صعيب تدافع على حقك. لذلك أول حاجة خصك تطلبها هي القرار المكتوب، ماشي الكلام الشفوي. ولكن هنا كاين سؤال أخطر: شنو إلى الإدارة ما رفضاتش وما وافقاتش وبقات ساكتة حتى فات الأجل القانوني؟ واش خاصك تبقى كتسنى شهر آخر ولا عام آخر؟ هنا كاينه أقوى نقطة في القانون كامل واللي قليل اللي كيعرفها. القانون جاب واحد المبدأ مهم بزاف، هو أن سكوت الإدارة بعد انتهاء الأجل القانوني يمكن يعتبر موافقة ضمنية ما دام الملف كامل والأجل القانوني سالا والحالة ما داخلاش ضمن الاستثناءات. ولكن انتبه، بزاف ديال الناس كيغلطوا هنا. واش معناه هذا الكلام؟ واش بمجرد دازت 60 يوم ولا 30 يوم بالنسبة لبعض رخص الاستثمار تمشي تبني ولا تفتح المحل التجاري ولا تبدا النشاط؟ الجواب لا. هنا كاين تفصيل أغلب الناس ما كيعرفوش، وإذا تجاهلته ممكن توقع في مشكل. الخطوة الصحيحة هي أنك تمشي للسلطة الإدارية الأعلى بحال رئيس الموظف أو العامل أو الوزير حسب الحالة، وتقدم طلب مكتوب باش تاخذ إشهاد بالسكوت. هاد الوثيقة هي اللي كتقوم مقام الرخصة، وهي اللي كتبين أن الإدارة تجاوزت الأجل القانوني بدون جواب. والأهم، الإدارة العليا ما عندهاش الحق تخليك كتسنى بلا نهاية، خاصها تتعاون مع الطلب داخل الأجل المحدد لها. وإذا بقات حتى هي متعنتة، هنا كيبقى القضاء الإداري هو الملجأ القانوني، لأن تجاوز الأجال كيكون ثابت بالوثائق اللي عندك. ولكن قبل ما تقول هذا القانون كيطبق على أي حاجة، خاصك تعرف الاستثناءات. ماشي جميع المساطير داخله فيه. الرخص والإجراءات المرتبطة بالأمن الوطني والدفاع وبعض الإجراءات المرتبطة بالعدل والمحاكم أو الحالات اللي كينص فيها قانون خاص على آجال أو شروط مختلفة مرتبطة بالنظام العام، هادو عندهم قواعد خاصة. دابا يمكن كتسول شنو أكثر الأخطاء اللي كتخلي المواطن يضيع حقه حتى هو معاه القانون. أول خطأ، وهذا هو الأخطر، أنك تخلي الملف عند الموظف وتمشي بلا وصل إيداع مختوم ومؤرخ. إلا ما عندكش الوصل، كيفاش غادي تثبت إمتى بدا الأجل؟ الخطأ الثاني، أنك تودع ملف ناقص ومن بعد تبقى كتقول دازت 60 يوم. الأجل ما كيبداش أصلا إلا إذا كان الملف كامل حسب الوثائق المطلوبة في البوابة الوطنية. لذلك راجع الملف قبل الإيداع وما تعتمدش على التخمين. والخطأ الثالث هو الاعتماد على الوعود الشفوية. كيقول لك الموظف رجع الأسبوع الجاي، رجع الشهر الجاي، راه الملف غادي يتحرك. ولكن الكلام ما كيحميش الحق، اللي كيحميك هو التاريخ والوصل والوثائق المكتوبة. خلينا نجاوبوا دابا على الأسئلة اللي كتكرر بزاف. واش يقدر الموظف يطلب مني وثيقة ما مكتوباش في بوابة إدارتي؟ الجواب لا. القانون كيمنع المطالبة بأي وثيقة غير منشورة ضمن المسطرة الرسمية. سؤال آخر: وضعت الملف من شهرين ولكن ما عطاونيش وصل، واش نقدر نحتج بتجاوز الأجل؟ للأسف لا، لأن الوصل الإيداع المؤرخ هو الدليل القانوني اللي كيبدا منه احتساب الأجل. واش إذا رفض الموظف أصلا يتسلم الملف وقال لك السيستم طايح أو رجع غدا، الإدارة ملزمة بتسلم الملف الكامل وإعطاء الوصل. وإذا وقع تعنت، كاين حل قانوني: يمكن ترسل الملف عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو تستعمل مفوض قضائي لإثبات الحالة. واش هذا القانون كيطبق على الجماعات الترابية والجماعات المحلية؟ نعم، كيطبق على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وفق ما هو داخل نطاق تطبيقه. سؤال مهم آخر: إذا فات الأجل، واش نبدأ الخدمة مباشرة؟ لا، خاصك أولا تطلب الإشهاد بالسكوت من السلطة الإدارية المختصة، لأنه هو اللي كيقوم مقام الرخصة، وما خاصكش تسرع قبل الحصول عليه.
وشنو إلا طلبوا منك الليغاليزاسيون لنسخة من الدبلوم ضمن مسطرة إدارية؟ القانون ألغى المصادقة على مطابقة النسخ للأصل بالنسبة للوثائق المطلوبة في المساطر الإدارية، وبالتالي خاص الإدارة تحترم هذا المبدأ. واش نفس الآجال كتطبق على البطاقة الوطنية أو جواز السفر؟ هاد الوثائق عندها مساطر خاصة بها، وغالبا كتخرج في آجال مختلفة، بينما القانون اللي شرحنا اليوم كيهم أساسا القرارات الإدارية والرخص. قبل ما نختمو، خلي عندك 5 قواعد عمرك ما تنساهم. أولا، خلي كل شيء مكتوب. طلبات، الشكايات والاستفسارات حاول دائما تكون مرفوقة بإثبات. ثانيا، ما تخرجش من الإدارة بلا وصل إيداع مختوم ومؤرخ. ثالثا، دخل لبوابة إدارتي قبل ما تمشي باش تعرف الوثائق المطلوقة وما تخلي حتى شي واحد يزيد عليك وثائق ما كيناش. رابعا، إذا ترفض الطلب ديالك طالب فورا بقرار رفض مكتوب ومعلل، لأن الرفض الشفوي ما غاديش يفيدك إذا بغيتي تدافع على حقك. وخامسا، حافظ على هدوءك، ما تداخلش في النقاشات الحادة. استعمل لغة القانون بكل احترام، وقول بكل بساطة حسب القانون رقم 55.19 الإدارة ملزمة باحترام هذا المقتضى. وإذا وصلتي لمرحلة تعنت حقيقي وما بغاوش حتى يتسلموا الملف، خليك عارف أن البريد المضمون مع إشعار بالتوصل كيقدر يكون الخطة البديلة، لأن الوصل البريدي كيولي دليل مهم على أنك قمت بالإجراء القانوني. ففي بداية هذا الفيديو وعدتك أننا غادي نوريوك كيفاش ما تبقاش أسير عبارة سير وجي، ودابا ولات عندك الصورة كاملة. عرفتي الحقوق ديالك، عرفتي إمتى كيبدا الأجل، عرفتي شنو دير إذا وقع الرفض، وعرفتي حتى كيفاش تصرف إذا سكتات الإدارة. وأهم نصيحة نختم بها هي أن أكبر سلاح ماشي الصراخ وماشي الخصام، وإنما المعرفة. المواطن اللي كيعرف حقوقه وكيحتفظ بالوصل وكيستعمل المساطر القانونية كيكون في موقف أقوى بزاف من المواطن اللي كيعتمد غير على الوعود الشفوية. إذا شتي أن هذه المعلومات غادي تفيد شي فرد من العائلة أو صديق أو أي واحد كيدور بين الإدارات، شارك مع هذا الفيديو، لأنه ممكن يوفر عليه شهور ديال الانتظار ويعرفوا حقوقه قبل ما يضيعها. وفي الفيديو الجاي غادي نبسطوا قانون جديد بنفس الطريقة خطوة بخطوة حتى يبقى القانون مفهوم لكل مواطن مغربي.